اهلا بيكم متابعينا الكرام، فيديو جديد ولقاء يتجدد بحضراتكم. النهارده عندنا كام تفصيله خاصه بناصر ماهر لاعب نادي الزمالك. خلينا نقول ونتفق ان ناصر حاليا في انتقاد جماهيري ليه ان هو مش في افضل مستواه، او بمعنى ادق مش في المستوى اللي كان بيقدمه الموسم اللي فات، ودي حقيقه جدا. ولكن خلينا نتكلم على كام نقطه خبريه ليهم علاقه باللعيب. مبدئيا كان طلع كلام ان ناصر ماهر طلب زيادة عقده مع الزمالك او تعديل عقده. بل اتقال ان تراجع مستواه بسبب ان هو مشغول بالموضوع دوت. بحسب معلوماتي ما فتحش تماما هو الكلام مع مسؤولي الزمالك خالص على موضوع تعديل عقد. هو راضي جدا بالعقد بتاعه، وهو شايف ان الموضوع بالنسبة له مش موضوع فلوس حاليا، هو موضوع ان هو يقدم نسخة قوية من ناصر ماهر ويفضل موجود في المنتخب. هو في المعسكر اللي فات ما كانش موجود بسبب طبعا ان هو مستواه مش افضل حاجة، ولكن يعني هو بيخطط ان هو يكون موجود في المنتخب، وشايف ان الزمالك طبعا بيقدم له الاضافة الكبيرة. نادي كبير، شعبية جماهيرية وهكذا يعني. هو الحقيقة ماشي بخطة ثابتة حتى مع التراجع مستواه. انا شايف انه طبيعي اي لعيب بيمر بالفترة ديت، لكن بشكل عام انت بتجيب مستواك طالما انت لعيب كبير وعندك من الامكانيات اللي تخليك ترجع وتجيب مستواك يعني. ده بالنسبة لتعديل عقد. هل ناصر ماهر طلب ان هو يعدل عقده وزيادة عقد بقى والكلام دوت؟ الكلام ده مش حقيقي تماما. ندخل على النقطة التانية المتعلقة باللعيب. الاهلي برضه اتقال كلام ان هو عايز يرجع الاهلي، وفي كلام مع مسؤولين الاهلي و ان هو خلاص يعني الناس حطت ان هو خلاص هيرجع يعني من الصفقات اللي الاهلي مترجتها في الزمالك. طيب خليني برضه أكد لكم إن من مصدرين بقى، يعني مصدر في الأهلي ومصدر مقرب من اللعيب نفسه. من مصدر في الأهلي، ناصر مش في الحسابات دلوقتي. الناس شايفة إن هو عنده عقد، يعني عقد شغال مع الزمالك، وهو مش في الحسابات بشكل عام يعني. مفيش داعي إنك تدخل يعني في خناقة من النوع دوت يعني. في الأول وفي الآخر أنت مش محتاجه وهو عنده عقد. من مصدر برضه مقرب جدا جدا من اللعيب. مفيش الكلام ده، مفيش الاهلي يحاول يتكلم معاه. فكر بقى ان في وكلاء او في وسطاء او في الكلام ده اكيد ده بيحصل يعني. اكيد ده بيحصل مش من الاهلي بس مع ناصر، لا، من اي نادي. حتى في الخليج هتلاقي بيراميدز برضه ناس هتيجي تكلم لعيب تقول له ايه رايك لو تيجي بيراميدز يعني. ف اما الكلام الرسمي مفيش اي حاجه رسمي. ده من ناحية الأهلي مع ناصر. ناحية ناصر نفسه هو مش بيخطط إن هو يرجع الأهلي يعني. هو حاليا هو بيخطط إن هو بيقدم أفضل نسخة من ناصر. أنا هفضل أأكد على الجملة ديت، إن هو يقدم أفضل نسخة من ناصر ماهر مع الزمالك، عشان خاطر إن هو يعني يفضل موجود في المنتخب ويفضل دايما منور. يعني هو اللعيب عايز إيه غير إن هو مكان يخليه دايما منور، والزمالك مقدم كده لناصر ماهر. والحقيقة هو قدم موسم فات هايل جدا، والموسم ده انا واثق ان هو هيجيب مثال، لان هو لعيب موهوب فعلا يعني. دي النقطة التانية الخاصة بالأهلي. في أهلي بناصر ماهر؟ مفيش أهلي ومفيش ناصر مع ناصر ماهر خالص خالص في الفترة دي، وده على مسؤوليتي يعني. النقطة التالتة بقى نقطة الإصابات. ناصر ماهر كان جات له إصابة ورجع واتصاب، وبعدين لعب جزء من ماتش سيراميكا اللي في الدوري واتصاب تاني. آه على فكرة يا جماعة، ودي معلومة أنا متأكد منها، التشخيص الأول لإصابة ناصر ماهر ما كانش مظبوط. ولما رجع ولعب ما كانش سليم 100%، والإصابة الأصلية ما كانتش اتعالجت. هو كان عنده مزق أصلا. هو كان عنده مزق وكان لازم ياخد فترة أطول في العلاج، وفترة تأهيل أكبر طبعا يعني. دي حاجات بقى الأطباء والأجهزة الطبية بيكونوا فاهمينها وعارفينها، لكن في المجمل عودته كانت بدري، ولذلك أصيب تاني. فهو ما عندوش لا إصابات مزمنة ولا عنده أي حاجة من الحاجات ديت يعني. ده كلام برضو على مسؤوليتي أنا. هي فكرة بس تشخيص مش دقيق للإصابة. بس وطبعا أي لعيب بيكون عايز يرجع بسرعة، وطالما لقى نفسه كويس يرجع بسرعة، لكن في المجمل التشخيص ما كانش مظبوط، فبالتالي الإصابة أو ممكن يكون أصيب تاني. ودلوقتي طبعا رجع ومستقر بشكل طبيعي يعني لما اتعالج بشكل صحيح يعني. ففكرة الإصابات المزمنة بقى، وعنده إصابات وبيريح وبيقعد ومش عارف إيه وبيسهر فبيجيله إصابات والكلام ده كله، الكلام دوت مش مظبوط تماما تماما تماما. الفيديو ده كان خاص بناصر ماهر يعني. هو كان فيه 3 معلومات حول اللعيب، فخليت إن هو يكون فيه فيديو خاص بيه. أول حاجة
ناصر طلب زيادة عقده أو تعديل عقده مع الزمالك، ما حصلش، مفيش مفاوضات مع الأهلي، لا الأهلي دلوقتي حطوا هدف ولا هو بيخطط أو بيغازل أو عايز يرجع الأهلي. لأ، هو الراجل مركز إن هو يكون موجود في الزمالك ويكمل شغله كويس وهو بيقدمه مع الزمالك ويفضل موجود في المنتخب. تالت حاجة إصابات مزمنة والقصة دي مش حقيقي برضو خالص. الولد كان عنده تشخيص غير دقيق في إصابة معينة، هي دي اللي خلت إن هو لما رجع جاله إصابة تانية، لكن هو دلوقتي سليم 100% وبيلعب موجود. طول ما الإصابة تشخيصها صح واللعيب بيتعالج صح فالموضوع بيبقى منتهي. أشوفكوا في فيديو جديد إن شاء الله.